السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في الحدث. غارة جوية على منزل في مدينة صبراتة من قبل الطيران الأمريكي يتسبب في مقتل أكثر من 40 عنصر من تنظيم الدولة، من بينهم قيادات وجرحى آخرين. أحد الجرحى اعترف أن المنزل كان يحوي ما يقارب 60 عنصرا من جنسيات مختلفة أكثرهم تونسيون، وأن 5 منهم تمكنوا من الهروب. مكتب النائب العام أصدر أمرا بالقبض على صاحب المنزل، ويبقى تساؤل حول وصول هذا العدد واجتماعهم بالمنزل دون أي تحرك من قبل الجهات الأمنية ولا أي معلومات من الجانب التونسي. المكان: قصر العلالقة غرب مدينة صبراتة. الزمان: فجر الجمعة. العملية: غارة جوية نفذتها طائرات مقاتلة وأخرى بدون طيار وبتفويض من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم البنتاغون بيتر كوك. أوضح أن هذه العملية جاءت بعد أن توفرت معلومات تفيد بوجود ما يقارب 60 شخص يتبعون لتنظيم الدولة، مؤكدا أن هذه العملية كانت بعلم السلطات الليبية دون أن يحدد إن كانت السلطات في طرابلس أم في طبرق. مكتب النائب العام أرسل عددا من وكلاء النيابة لإجراء التحقيقات اللازمة واستجواب أحد الجرحى، الذي أشار إلى أن الأشخاص الذين قضوا والذي وصل عددهم قرابة 40 قتيل في القصف ينتمون إلى تنظيم الدولة، وأنهم كانوا يخططون لعمليات إرهابية في جمهورية تونس. ومن جهة أخرى، أكد عميد بلدية صبراتة حسين الدوادي أن من ضمن القتلى الذين قضوا إثر القصف موظفي السفارة الصربية الذين تم اختطافهم منذ فترة، وأن السفير الصربي تعرف عليهم. عملية جاءت على إثرها تصريحات المجلس العسكري صبراتة الذي توعد كل من يأوي ويقدم العون للمجموعات الإرهابية بالملاحقة القانونية. تصريحات تلتها بيان المجلس البلدي صبراتة الذي نفى خلاله وجود أي معسكرات خاصة لتنظيم الدولة في المدينة على غرار ما يوجد في سرت. عملية وضعت علامة استفهام على طريقة وموعد تنفيذها، خصوصا وأن تصريحات الدول الكبرى سابقا أكدت عدم تنفيذ أي عمليات نوعية ضد تنظيم الدولة في البلاد إلا بعد تشكيل حكومة وفاق وطني وتقديم الطلب من قبلها. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وحول هذا الموضوع معنا السيد حسين الدوادي عميد بلدية صبراتة عبر الهاتف، وكذلك الصديق الصور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، وأيضا معنا السيد سليمان الفقيه عضو مجلس النواب عبر الهاتف، وعبر سكايب من تونس سيكون معنا الصحفي والناشط السياسي التونسي أسامة بلنعرفة. والبداية بالسيد حسين الدوادي عميد بلدية صبراتة. السيد الدوادي، عدد مثل هؤلاء من تنظيم الدولة بمنزل الكائن بضواحي مدينة صبراتة، لا يدل أن هنالك قصور أمني من الجانب البلدية وكذلك في الحدود الإدارية لبلدية صبراتة. سيد حسين، هل أنت معنا؟ طيب، أنتقل إلى ضيفي من تونس السيد أسامة عبر سكايب. سيد أسامة، تعامل السلطات التونسية مع المشهد هل هو في صالح الأمن القومي التونسي وعلاقات الجوار مع ليبيا؟ سيد أسامة. يبدو أنه غير جاهز. هل هنالك خلل فني ربما في التواصل مع الضيوف؟ الآن ربما السيد حسين الدوادي جاهز معنا. السيد الدوادي، هل تسمعني؟ هل تستمع إلي سيد الدوادي؟ نعم. مرحبا بك سيد الدوادي. كنت قد سألتك على أن عدد من هؤلاء العناصر التي تنتمي إلى تنظيم الدولة يعني في منزل، لا يدل هذا أن هنالك وجود أو قصور أمني في الحدود الإدارية لبلدية صبراتة. سيد حسين. أخي الفاضل، القصور الأمني ليس في حدود، هي هشاشة الوضع الأمني موجودة الآن في ليبيا بشكل كامل.
هي لولا كان في قصور أمني والهشاشة الأمنية ما كانت تصير هذه الخروقات، وما كان يصير السيطرة على السرت، وما كان يصير وجود الخلايا هذه السرية في عديد من المناطق، وما زال في عديد من المدن ما زالت الآن ليست لها دراية بما يحدث في مدنها، وهذه الإشكالية الكبرى. لكن الخروقات الأمنية أو ضعف الوضع الأمني لولا هناك فيه نوع من درجة الحس الأمني في المنطقة لما تم اكتشاف مثل هذه الخلايا. ولكن الإشكالية أن هي عديد من المدن الآن فيها خلايا نايمة لم يتم ضبطها ولا متابعتها ولا غير ذلك، ولكن نتيجة لوجود فيه نوع من الإجراءات الأمنية اللي من فترة قائمة على تتبع أولئك المجرمين أولئك الخلايا لما تم ضبطها ولما تم رصد في هذا المكان. طيب سيد الدوادي، لماذا لم يتم الاهتمام بما طالبت به قوة الردع الخاصة من ضرورة الاهتمام بمنطقة صبراتة استنادا على اعترافات بعض المقبوض عليهم من عناصر تنظيم الدولة، والتي قالوا فيها من خلال اعترافاتهم أن هنالك من استقبلهم وآواهم في مدينة صبراتة، وأيضا معتبرين المدينة نقطة توزيع لهؤلاء العناصر التابعة لتنظيم الدولة؟ طبعا هو كلامك فيه شقين. الشق الأول وأنا أتعجب من التوجه الكلام هذا لقوة الردع. أنا شخصيا ولا المجلس البلدي لم يتم التواصل مع أو مراسلة المجلس البلدي عن طريق قوة الردع الخاصة. هذا سمعته في الإعلام لكن لم يتم بشكل مباشر. أما الوضع الآخر الاعترافات اللي تمت في الفيديوهات اللي بثت وغير ذلك، أول حاجة هي تم العمل بها وتم تتبعها وغير ذلك، لكن في حاجة أخرى أن في الفيديوهات اللي ذكرت مناطق أخرى وذكرت أشخاص بأسمائها تقوم بنفس العمل. هذه الإشكالية الآن ما تم كشفه وما تم معرفته، هذا الآن تقدر تقول بشكل الآن في تتبع وبدأ منظور وبدأ واضح، لكن ما خفي ما ذكر في بعض الفيديوهات في قوة الردع وغيرها لم يتم متابعته في أماكن وفي مناطق أخرى. هذه النقطة اللي يجب أن هي الإشارة إليها، وإحنا على استعداد للتعاون في هذا الجانب مع سواء قوة الردع ولا كل من يريد التعاون في هذا الجانب. الآن في غياب الدولة الآن وإشكالية الضعف والإمكانيات، ونحن نطالب مرارا وتكرارا بدعم مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التي تعمل على هذا الجانب مكافحة الجريمة، في دعمها بإمكانيات اللي تساعد على الحد من الجريمة ومكافحتها والإرهاب والتطرف والفساد وغير ذلك. هل ستبقى الآن وزارة الداخلية والأجهزة أو الحكومة المركزية الآن في نومها والآن تبدأ تنظر وتتهم مدن وتتهم كذا؟ نحن في وضع لا توجد لدينا أي ميزانيات لعمل أوضاع أو إجراءات أو متابعات لأعمال هي ليست من صميم المجلس البلدي ولكن هي من صميم الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية. نحن الآن بدأنا لما تم دخولنا في موضوع دعم الحكومة أو في ما يتعلق بالوفاق أو التوقيع وغير ذلك، واتهمنا ونحن ليس من مهامنا الدخول في السياسة ولكن من مهامنا الوضع الأمني. يعني غرابة في بعض الأشياء. سبحان الله، نحن مهامنا الرئيسية خدمية، نوفر الطمأنينة والخدمات للمواطن. لقينا ارواحنا في وضع أمني، في خطط أمنية، في مكافحة إرهاب، في مكافحة فساد، في عديد من الأشياء، من خطف، من غير ذلك. تحولنا إلى وضع سياسي، تحولنا إلى وضع دخلنا حتى في موضوع الدستور. يعني حقيقة إلى متى ستستمر غياب الدولة المركزية التي تريد السيطرة والهيمنة وضبط الأمن وبسط الأمن في المناطق هذه من مهام، وفي العالم بالكامل من مهام السلطة المركزية وليس من مهام السلطة المحلية. طيب، هل السيد أسامة جاهز معنا عبر سكايب الآن؟ نعم. طيب سيد أسامة، هل تعامل السلطات التونسية مع المشهد هل هو في صالح الأمن القومي التونسي وعلاقات الجوار مع ليبيا؟ قبل كل شيء أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة وتحية لضيوفكم الكرام وللسادة المشاهدين. أود أن أعلق على أمر بسيط لكنه هام قبل أن ندخل في الموضوع. أن كل شخص بالغ لسن الرشد، وهذا أمر معمول به في كل دول العالم وحتى في كل الديانات، كل شخص بالغ لسن الرشد
هو مسؤول على أفعاله أمام الله سبحانه وتعالى وأمام القانون، وهذه أفعال فردية لا يمكن تحميل الشعب التونسي. ونحن رأينا في المدة الأخيرة اتهامات بأن تونس هي مصدر الإرهاب وتونس تصدر الإرهاب. لا يمكن تحميل الشعب التونسي هذه المسؤولية، تماما مثل ما وقعت في تونس عدد كبير من حالات الاغتصاب والقتل منذ 2011 يعني إلى اليوم تورط فيها بعض الشباب الليبيين. نحن نرفض كذلك الاتهامات الموجهة إلى الشعب الليبي، لأن كلا الشعبين في آخر الأمر ضحايا لهذه الأمور سواء كانت إجرامية أو إرهابية. بالنسبة إذا أردنا نتعمق في الموضوع، بالنسبة للمسؤوليات الشخصية مسؤوليات أشخاص بعينهم، ففي تونس والشعب التونسي يعلم وجود حزب بعينه ووجود أطراف متورطة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر سواء كانت سوريا والعراق وليبيا، وقاموا باختراق الأمن عبر المطار. بدأت هذه الرحلات بما يعرف بالأمن الموازي وتم توجهت إلى الحدود الليبية، وهناك شبكات كاملة لتسفير الشباب، والمسؤولية يتحملها حزب حركة النهضة الذي حكم البلاد أكثر من يعني حوالي 3 سنوات، هو الذي يتحمل المسؤولية وليس الشعب التونسي. ولكن دعني أواصل الفكرة لكي تكون واضحة من فضلك. نعم. هناك كذلك مسؤولية من الجهة الليبية، لأن الشباب الذين غادروا تونس ليس لهم أي خبرة في استعمال السلاح أو المتفجرات أو غيره، والجميع يعلم وجود معسكرات في ليبيا في أماكن مختلفة، معسكرات ووجود أطراف آوت هذه يعني هؤلاء الشباب، تم إغواءهم في منازل وتم تمويل يعني تدريبهم على السلاح وغيره. ومن ثم هناك كذلك عدد كبير من الشباب انطلقت رحلته من ليبيا نحو ذلك رأينا وحتى العراق، من أطراف بطبيعة الحال، من أطراف تونسية ومن أطراف ليبية. في كل الحالات الشعب التونسي والشعب الليبي يعاني من هذه الجرائم ومن هذه المشاكل. ونحن رأينا في تونس ضربت باردو، ضربت سوسة الإرهابية، وضربت يعني السياحة وضرب الاقتصاد التونسي في الصميم. طيب ابقى معنا السيد أسامة، سأعود إليك. السيد الدوادي، بعد هذه الضربة واعترافات أحد الجرحى وكذلك التساؤلات عدة عن تواجد خلايا وكذلك تواجد معسكرات لتنظيم الدولة، ولعل أبرزها تواجد المعسكرات بمدينة صبراتة، ولعل أبرز هذه المعسكرات التدريب في غابة الكشافة بتليل، وحيث أن هنالك تساؤلات كبيرة حول هذا المعسكر مقسوم من جزئين، جزء هو الذي يتم فيه التدريبات، والآخر ببوابته الرئيسية التي تفتح في اتجاه البحر سيد الدوادي، والجزء الذي تتواجد به مجموعات مشتبه بانتمائها لعناصر تنظيم الدولة. كيف تعلق على هذا سيد الدوادي؟ هذا كلام تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، هذا كلام غير صحيح، عاري عن الصحة. المكان مكشوف للعيان، جاءت كل الصحف العالمية زارتها من أكبر وكالات الأنباء العالمية منذ أسبوعين كانوا فيه. الآن القنوات موجودة بالكامل. للأمس كانت وكالات أمريكية وإنجليزية وطليانية وفرنسية كانت موجودة وحاضرة لهذا المكان. المكان يتبع وزارة الداخلية وتم تسليمه بشكل رسمي منذ شهور عن طريق المجلس البلدي بمحضر موثق رسمي إلى مديرية الأمن الوطني، وتم استهداف فيه دفعة من الشرطة عددها 400 متدرب، وتقريبا هذه دخلت كل وسائل التواصل الاجتماعي وكانت موثقة وموجودة، تقدر تشوفها بالكامل عن طريق الصفحة. ما ذكر في أن هي جزء منها. سيد حسين، نعم. نعم، انقطع اتصال بالسيد حسين الدوادي. يعود إلى السيد أسامة. السيد أسامة بن عرفة، الآن يعني أنت قلت أن لا يمكن تحميل الجانب التونسي والشعب التونسي والشعب الليبي مسؤولية ما يحدث من بعض الأفراد من عمليات إرهابية وغيرها الذين يتبعون لهذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ولكن ما رأيناه في خلال الفترة الماضية أن الإعلام التونسي دائما مساند بالسلطات التونسية يحمل ليبيا مسؤولية الإرهاب ومسؤولية تصدير الإرهاب وكذلك
الإعلام لا يمثل إلا نفسه التونسي. نحن الشعب التونسي حوالي 11 مليون، منهم حوالي أكثر من مليون ونصف يعني في الخارج. الإعلام التونسي يمثل نفسه. نحن كشعب تونسي نعلم جيدا الأطراف المورطة في تونس في تسفير الشباب، وسأعطيك ملاحظة بسيطة. الشباب التونسي المغرر به المتورط في الإرهاب في مختلف الدول هو شباب عاطل عن العمل، لا يملك حتى الإمكانيات للتنقل وسط تونس. نعم. من الذي قام بتمويل هؤلاء الشباب وسفرة الشخص الواحد فقط تكلف الآلاف من الدولارات للوصول إلى سوريا؟ يعني هناك شبكات ومافيات وهناك أموال ضخت من الخارج، والجميع يعلم هي الدول المورطة في التغرير في الشباب وفي تمويل الشباب وارساله الى البؤر الارهاب والى القيام بالعمليات الارهابيه والاجراميه. يعني تونس في اخر الامر الشعب التونسي ليس ممثل من طرف الاعلام، بالعكس فهناك مشكل بين النخبه السياسيه في تونس وبين الاعلام التونسي وبين الشعب. ولو لاحظتم يعني حضراتكم في الاعلام الموازي الذي هو الفيسبوك والذي فيه اكثر من 3 مليون مواطن تونسي، سترى بعينك يعني الاختلاف في الآراء. الإعلام التونسي يخفي الحقيقة حتى على الشعب التونسي، وهو ممثل وتقوده بعض رجال الأعمال ورجال السياسة، وهو لا يعني يعكس الرأي العام التونسي. هناك مسؤوليات مثل ما قلت، مسؤوليات من أطراف تونسية حكمت البلاد طيلة سنوات وتورطت في تسفير الشباب وفي تمويلهم، وهناك خطب في المساجد مسجلة لأشخاص تنتمي لحركة النهضة مثل ما قلت. هناك كذلك ميليشيات ليبية استقبلت الشباب وقامت بتدريبهم، ومن ثم انطلق أغلبهم نحو سوريا والعراق. إذن في آخر الأمر أعيد نفس الكلام. الشعب التونسي ضحية، والاقتصاد التونسي رأينا مثل انهار تقريبا، والسياحة التونسية، وكذلك الشعب الليبي الذي نتعاطف معه والشعب الليبي الشقيق كذلك هو ضحية. طيب سيد الدوادي، يعني كما قال السيد أسامة وكرر أكثر من مرة أن المشكلة أن هنالك مجموعات في مدينة صبراتة، وهذا ما حدث حقيقة تأوي وفي عدة مدن ليبية تستقبل الشباب التونسيين وغيرهم من الشباب الذين هم قادمون من الخارج، وتؤويهم هنا في ليبيا وتقدم لهم معونة وتقدم لهم السلاح وتقدم لهم التدريبات، وهذا ما حدث يعني. نعم، أنا أريد أن أكمل ما أشرت إليه في السؤال السابق قبل انقطاع الخط. المعسكر موجود الآن، ودفعة الشرطة الآن جاهزة للتخرج. كان حيتم تخريجها في ذكرى فبراير الماضية، لكن أجلنا لي الأوضاع اللي صايرة. ما زالت المدة يعني ناقصة بعض الوقت حتى تستكمل. ما ذكر كذلك ما ذكرت في الجزء من المعسكر، الجزء الآن موجود وشكل معلن ما هوش مخفي. الجزء هذا في أحد سرايا المجلس العسكري موجودة ومعلنة ورسمية، ومن فيها معروفين. هذه السرايا الأمنية اللي تتبع المجلس العسكري موجودة، والآن هي ضمن أو بجنب المعسكر الخاص بتدريب الشرطة. فهذا المعسكر غير مخفي، هذا معلن للجميع منه فيه ومن كذا ومن مستغلة، وتقدروا تتواصلوا مع وزارة الداخلية في طرابلس، وتقدروا تتواصلوا مع مديرية الأمن وتعرفوا منه اللي شاغل المكان هذا. أما ما يتعلق بوجود معسكرات علنية في صبراتة، هذا ذكرناه سابقا ونذكر اليوم ونذكر، لا يوجد معسكرات علنية. ما تم بدليل اللي صار أنه هذا منزل، وهذا تكلمنا على ميران، موجودة خلايا نائمة في عديد من المنازل، سواء كان في صبراتة ولا في مدن مجاورة ولا في ليبيا بالكامل. خلايا تتحرك بشكل سري في منازل، في مزارع، في غير ذلك. هذه الآن موجودة، ما يستطيعش أحد إنكارها أو إثباتها، لأن هي تتحرك من مكان إلى آخر، تتحرك بشكل سري. طيب سيد الدوادي، بخصوص المعسكر الذي قلت أنه يوجد به سرايا من توار صبراتة والتشكيلات المسلحة، هل قامت بعض وسائل الإعلام وفريق الذي قلت أن الفريق الأجنبي الذي قام بزيارة لمدينة صبراتة بزيارة هذا الجزء الذي تتواجد به السرية التابعة للمجلس العسكري صبراتة، وقاموا بالتحقيق وكذلك تصوير مع هذه السرية؟ هذه موجودة والآن، وتقدروا حتى أنتم قناتكم تأخذوا، ليش تأخذوا من مصادر أخرى، تقدروا أنتم بأنفسكم، تقدروا تبعتوا مراسلينكم ومستعدين نربطوكم بعناصر السرية، نقدر نربطوكم بإدارة المعسكر الخاص بالتدريب الشرطة، نربطوكم بأي مكان آخر. اللي نتكلموا عليه راهو ما فيش حاجة علنية للخلايا هذه، مستحيل تلقى حاجة معلنة ليهم، هم راهم يخدموا بشكل سري للغاية. في عدم وجود الآن السيطرة الأمنية القوية والإمكانيات القوية،
راهي حتكون في مازال وما زال اكثر في عديد من المدن. ممكن يوم تطلع في صبراته، غدوه تطلع في طرابلس، غدوه تطلع في مصراته، ممكن تطلع في الزاويه. في عديد من المدن اتوقع انه تصير فيها الاشياء زي هذه، لانهم هم يتحركوا بتحرك في بعض المدن يتحركوا بشكل سري، وفي بعض المدن يتحركوا بشكل مخفي. لما صارت نوع من القبضه الامنيه في صبراته ونوع من التتبع ونوع من الحصر وضايق عليهم، صار الموضوع هضيع. لكن لو كانت في فتره ما في نوع من الهشاشه يصير في نوع من التحرك الطبيعي وغير ذلك. لكن لما تصير فيه نوع من القبضه الامنيه ونوع من التتبع ونوع من هنا، وعرفوا ان هم ما عندهمش حاضنه داخل صبراته، بدات فيه نوع من الضيق ومن التململ عندهم. اما ما يتعلق الان والمهم في سؤالك، ما يتعلق بايواهم ومتابعتهم، هذه كلام لا يختلف فيه اثنين، ان كون فيه عصابات او مافيات موجوده في تونس ولا في ليبيا ولا في سوريا ولا في جميع انحاء العالم موجوده، وما صار في فرنسا اكبر دليل. شنو اللي وصل المجرمين لفرنسا؟ شنو اللي وصلهم لتركيا وليبيا ولتونس وتفجيرهم في باردو؟ من دخلهم في باردو ولا التفجير اللي صار في الحرس الرئاسي وغير ذلك؟ هذه لو ان هي ما فيش تواطؤ وما فيش تعاون في الجانب هذا ما كانش تصير. هذه الخروقات تحدث. لا نلوم الشعب التونسي ولا نلوم اي حد في هذا الجانب، بالعكس هي تلوم بعض السلطات المركزيه والرسميه سواء كان في ليبيا ولا في تونس ولا في اي دوله للتعاون على الاقل للحد من هذا التفشي. لكن اللوم ان نحن نقول الناس هذوما ليش توانسه بالذات اكبر عدد ممكن، ليش التغرر بهم، ليش هنا وهذا ذكرت انا امس على قناه نسمه. اللي يجب ان احنا يصير في نوع من التواصل ونوع من الخطاب الديني المعتدل ومحاربه الخطاب الديني المتطرف واللي يحاول قدر الامكان ان احنا نوعي الناس. كذلك يجب الدوله ان هي سواء كانت في ليبيا طيب ابقى معي سيد حسين، سننقل تساؤلك هذا الى السيد بن عرفه. سيد بن عرفة، أنت والسيد حسين اتفقتم أن الشعب الليبي والشعب التونسي لا ملام عليهما وهما ضحية للإرهاب وبعض الشخصيات المتطرفة. تساؤل طرحه الآن السيد حسين عميد بلدية صبراتة، لماذا لا يفتح التواصل بين السلطات في طرابلس والسلطات التونسية؟ تونس هنا ألا يجب أن تنظر بعيدا عن التجاذبات السياسية وإلى الأمن القومي التونسي بشكل أكبر وفتح تواصل أكبر مع الجهات المسؤولة في طرابلس؟ أكيد هذا شيء مطلوب وشيء لازم، وليس هناك حل آخر سوى التنسيق وسوى التعاون بين السلطات التونسية والسلطات الليبية سواء كانت محلية أو غيرها. وجب التعاون ووجب التنسيق وليس هناك حل آخر، ووجب تبادل المعلومات، وجبت كذلك حراسة الحدود وجميع المداخل يعني الموانئ والمطارات وغيرها، لأن محاربة الإرهاب حسب رأيي وأنا أتابع هذا الملف منذ سنوات، محاربة الإرهاب تبدأ قبل كل شيء بضرب التمويلات وضرب يعني التمويلات المباشرة والغير مباشرة التي تصل إلى الإرهابيين، بما في ذلك تجارة السلاح، تجارة المخدرات، تجارة الآثار، والتمويلات القادمة من الخارج وعبر الجمعيات وعبر السفارات وغيرها. يعني هذا ملف معقد ولكنه معروف لأننا نعاني منه منذ سنوات ونتبعه، وأصبحت الأمور أكثر وضوح. لا يمكن التصدي لهذه الظاهرة دون صرامة القانون وتطبيق القانون على الجميع، والشعب التونسي يعي، والنتيجة في الانتخابات التي فاتت تعكس ذلك. يعي تورط أطراف ما زالت اليوم بدون محاسبة في تونس، تورطها في تصفير الشباب وفي التغرير بالشباب وفي استعمال المطارات والحدود البرية وغيرها لترحيل الشباب إلى الشرق الأوسط، ونحن نرى النتائج اليوم كارثية في ليبيا. وهذا ما يقودنا يا سيد بن عرفة، هذا ما يقودنا إلى تساؤل بعض المراقبين. حقيقة بعض المراقبين أشاروا أن بعض أو السلطات التونسية ترى في الإرهاب استثمار قوي لجرب الإيراد لتونس لتعمل على تقوية وكذلك تعزيز الإرهاب في ليبيا لتكون هي المستفيد الأول من الحرب ضده بالدعم في المجتمع الدولي. يعني كيف تابعت هذا الكلام وما رأيك فيه؟ هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيح، لأن تونس أكبر خاسر في المسألة. أنتم رأيتم بعنيكم، الجميع يعلم أن السياحة التونسية انهارت، وهناك عشرات النزل والفنادق أغلقت أبوابها، أعداد العاطلين عن العمل الذين ثاروا مدة وحاولوا حتى حرق البلاد. يعني تونس كانت ستقع فيها ثورة حقيقية، لأني لا أعتبر الآن ما وقع في الأول ثورة، كانت ستقع فيها ثورة وخرج الشباب يعني في مختلف أنحاء البلاد
وتحدي السلطات، هناك تحدي وقع للسلطات. لماذا؟ لأجل مطالب اجتماعية. تونس تعاني من البطالة، وتونس اقتصادها يعني هش. تم ضرب البلاد في العمق، تم ضرب السياحة وهي أحد ركائز الاقتصاد التونسي، والشعب التونسي الآن محبط ويعاني من مشكلة موجودة الآن ومن مشكلة ستأتي في المستقبل، لأن الشباب التونسي الذي غرر به وسافر إلى ليبيا إلى سوريا ولا العراق وغيره يعود بأعداد صغيرة إلى تونس، وليس هناك يعني لا يمكن السيطرة عليهم 100%. هناك تونسيين غادروا إلى الإرهاب واليوم هناك خطر عودتهم. يعني تونس ضحية في آخر الأمر، الشعب التونسي ضحية، يدفع ثمن مؤامرات دولية، يدفع ثمن أموال ضخت من قبل دول معروفة، يدفع ثمن يعني أطراف معروفة وعملاء. طيب أدخلوا الفتنة والفوضى في نعم. تونس وفي غير تونس. وضحت الفكرة سيد أسامة بن عرفة. نشكرك جزيل الشكر، ناشط سياسي وكاتب صحفي، كنت معنا عبر سكايب من تونس العاصمة، شكرا جزيلا لك. كذلك الشكر موصول إلى عميد بلدية صبراتة السيد حسين الدوادي الذي كان معنا في هذه الحلقة. ونعتذر أعزائي المشاهدين أننا لم نتمكن من التواصل مع ضيوفنا الأخيرين السيد سليمان الفقي عضو مجلس النواب، وكذلك والسيد الصديق سور رئيس قسم تحقيقات بمكتب النائب العام، لوجود بعض الأخطاء التقنية وبعض الأعمال التقنية غير موجودة بشكل جيد. على كل نعتذر لكل مشاهدينا الأكارم، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. دمتم في الله وحفظه، إلى اللقاء.